الفيديو ده لكل طالب بيمتحن، أو حد بيتمنى يتجوز شخص معين، أو بيتمنى حلمه يتحقق. كان في عالم من علماء المسلمين اسمه الإمام أحمد بن حنبل، راجل مشهور جدا في جميع بلاد المسلمين، تبص في وشه وترتاح نفسيا على الأقل شهر. الإمام أحمد اشتاق إنه يزور المدينة المنورة ويصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. سافر لوحده ووصل المدينة، دخل المسجد النبوي بعد مشوار طويل ومتعب. صلى في المسجد العشاء وقعد جنب قبر الرسول وسند دماغه. فمن عادة عمال النظافة في المسجد النبوي إنهم بيمشوا الناس بعد صلاة العشاء عشان ينظفوا المسجد. فقربوا من الإمام أحمد وصحوه من النوم وقالوا له قوم امشي. هم عارفين اسم الإمام أحمد وشهرته، لكن ما يعرفوش شكله. فقال لهم أنا راجل غريب ماليش حد في مدينة رسول الله، فسيبوني استنى لحد صلاة الفجر أصلي الفجر وامشي من هنا. فرفضوا طبعا، ومن هنا لهنا قاموا مجرجرين الإمام أحمد بن حنبل من رجله وطردوه بره المسجد. انت متخيل؟ فشافوا راجل على قد حاله شغال خباز، صعب عليه، فقال له تعالى اقعد عندي لحد الفجر، بعد كده توكل على الله وامشي. وافق الإمام أحمد بن حنبل وراح معاه بيته. فلاحظ حاجة غريبة قوي على الراجل الخباز ده، طول الليل عمال يعجن الرغيف ويحطه في الفرن ويقول استغفر الله، وبعد ما يطلع الرغيف من الفرن يقول استغفر الله. طول الليل على الحالة دي، يحط الرغيف يقول استغفر الله، يطلعه يقول استغفر الله. الإمام أحمد قال ايه حكاية الراجل ده؟ معقول ما يعرفش حاجة غير كلمة استغفر الله؟ فسأله وقال له ايه أثر الاستغفار ده عليك؟ انت عمال تقول استغفر الله كل شوية، حصل لك ايه خير من ورا الذكر ده؟ رد الراجل الخباز وقال له عمري ما تمنيت أي أمنية غير لما ربنا يحققها لي، إلا أمنية واحدة بس، إن أشوف الإمام أحمد بن حنبل. قال له يا أخي ده عشان ربنا يحقق لك أمنيتك دي جيت لك متجرجر، ربنا خلاهم يجرجروني من المسجد عشان يحقق لك أمنيتك وتشوفني. ربنا هيجرجر لك أمانيك وأحلامك لحد عندك، صدقني. ما تفكرش إنه نسيك، بالعكس هيجيبها لك على أكمل وجه. ربنا بيحب العبد الزنان واللحوح، زن ولح عليه زي العيل الصغير. واعرف إن من لزم الدعاء والاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. ربنا هيجرجر لك أمانيك وأحلامك لحد عندك، صدقني. ما تفكرش إنه نسيك،